فيها، انا حاسه اني بكرهها ومش بطيقها، واختها الاصغر منها مريحاني جدا وعلاقتي بيها كويسه. السلام عليكم، ازيكم؟ بتقول بنتي عندها 12 سنة وطبعها صعب جدا وبتعند معايا واسلوبها وحش جدا معايا، لدرجة انها ممكن تقطع حاجات من هدومها علشان تغيظني، بس مع انها بره البيت كويسة جدا والناس كلها بتشكر فيها. انا حاسة اني بكرهها ومش بطيقها، واختها الاصغر منها مريحاني جدا وعلاقتي بيها كويسة. طيب تعالوا نحلل المشكلة واحدة واحدة. دلوقتي الام بتقول طبعها صعب، فالواضح ان شخصية البنت قوية وليها رأيها، ومش من السهل انها تقتنع برأي حد. وفي المقابل اختها شخصيتها مريحة بالنسبة للأم، ودي مش مشكلة موجودة في معظم البيوت، انه بيبقى في طفلين شخصيتهم مختلفة، والمفروض انه الأب والأم بيعاملوا كل طفل حسب شخصيته، مش طريقة معاملة واحدة يفرضوها على كل الأولاد. وده اللي حصل مع الأم، إنها تعاملت بنفس الطريقة مع البنتين، فواحدة تقبلت أسلوب الأم والتانية لا، ما قدرتش تتقبله، فتحول الموضوع لصراع وعند. النقطة التانية، الأم بتقول أنا حاسة إني بكرهها، وده للأسف واصل للبنت ده، حتى لو مش بتقولي لها صراحة كده أنا بكرهها، بيوصلها الشعور ده من طريقة كلامك وطريقة تعاملك معاها، فطبيعي يكون رد فعلها في عدوانية لأنها عارفة إنك بتكرهيها، زائد إنها أكيد شايفة فرق المعاملة بينها وبين أختها، بتعاملي أختها أحسن منها، فهي حاسة بكده، عايزة توصلك لأكبر درجة من الاستفزاز بإنها تقطع هدومها أو حاجات من دي. طيب احنا دلوقتي عرفنا المشكلة فين، عايزين دلوقتي حل، وعايزين الأم تتصرف ازاي علشان تحاول تظبط علاقتها مع بنتها. أول حاجة بقول للأم اقعدي مع نفسك انت الأول، وحاولي تصفي قلبك ناحية بنت، لأنك الواضح انك متضايقة منها جدا، فعلشان تاخدي أي خطوة ناحيتها لازم تكوني مهيئة نفسيا. اقعدي فكري مع نفسك انها بنتك مش عدوتك، ممكن تكون شخصيتها صعبة شوية، بس انت الاكبر والخبرة عندك اكتر، وانت اللي في ايدك القيادة وفي ايدك زمام الامور. يعني لو في حد هيبدأ بالاصلاح، لو في حد يبدأ باصلاح العلاقة دي، هتبقى انت مش هي، لان حب الام لاولادها فطري، لكن حبهم لينا مكتسب من طريقه تعاملنا معاهم. فما تستنيش انها تيجي تقولك يا ماما انا اسفه على اللي انا عملته وانا هبقى كويسه، لان ده مش هيحصل. بعد ما تبقى مهيئه نفسيا اقعدي معاها واعتذري على طريقه معاملتك ليها، وقولي لها انا الفتره اللي فاتت كنت فعلا قاسيه معاكي في المعامله، وما كنتش عارفه اتعامل معاك ازاي، لحد ما عرفت ان ده غلط، وان شاء الله هحاول اتعامل معاكي بالطريقه الصحيحه. طبعا في الحاله دي ما تستنيش انها تقول لك خلاص يا ماما انا مسامحاكي وتنسى كل اللي فات، لا، دي هتقاوم وممكن ما تتقبلش كلامك وتمشي وتسيب، هتعمل نفس اللي بتعمله علشان تختبرك هل فعلا انت اتغيرتي ولا كلام. ساعتها بقى انت لازم تصبري عليها شويه، علشان انت خلاص اخدت القرار انك تظبطوا العلاقه ما بينكم. ما هو برضو اللي باظ في سنين مش هيتصلح بكلمتين. الحاجه التانية اللي هتعمليها، حاولي مهما استفزتك ما تاخديش اي رد فعل تجاهها، تجاهليها تماما الفتره دي، بس علشان هي بتحاول تثبت لنفسها انك لسه زي ما انت برضه ما اتغيرتيش. من وقت للتاني حاولي تحضنيها، او تحطي ايدك على كتفها او تمسحي على راسها، المهم يكون في تلامس جسدي بينكم. اعزميها بره على حاجه بتحبها، انزلي تمشي معاها انت وهي، كل ده بدون اي نصايح وتوجيهات منك نهائي. سيبيها هي تتكلم، ولو هي مش عايزه تتكلم اتكلمي انت عن موضوعات عامه، عن صاحبتك، عن شغلك، عن اختك، عن اي حاجه، ما تفتحيش اي موضوعات خاصه بيها، لانها مش هتتقبل ده في الفتره دي. لو عرفتي تعزمي صاحبتها عندك في البيت يبقى كويس جدا. خدي بالك برضو من معاملتك لبنتك التانية قدامها، وما تفرقيش بينهم في المعامله. اعتقد لو عملت الحاجات دي وصبرتي فترة كده محترمة، البنت هتهدى كتير ناحيتك، وما تستسلميش وما تزهقيش، وافتكري ان الهدم سهل والبناء صعب. برضو غذي عندها الجانب القيادي لو هي شخصيتها قوية، خدي رأيها، فيها مهمة وتكون هي مسؤولة عنها بشكل كامل. أخيرا عليكي بالدعاء. سلام عليكم.